كان مفترضا بحكم الدستور وبحكم وعوده التي قطعها على نفسه في مناسبات عديدة مرشحا ورئيسا كانوا ينتهوا ال8 سنين بتوعه، كان زمانهم انتهوا يعني. وهو قال وهو مرشح ان الناس هتبدأ في جني الثمار بعد 2 سنين، وان المشروع بتاعه هيكتمل في 8 سنين. هل حصل مستجدات بعد ما هو جه، ولا الواقع اللي احنا بنتكلم عنه ده كان موجود اصلا؟ يعني هي 25 يناير دي جات بعد ما الرئيس انتخب، ولا الرئيس جه بعد ما كان ده حصل؟ هل الاداء اتحسن؟ يعني احنا هل المؤشرات، انا لسه بقول لك ال8 سنين دول الدين العام فيهم الضعف 4 أضعاف، الداخلي والخارجي. تاني هقول انه الحكايه مش ان انا ادور لنفسي على ذرائع ومبررات، لان الحكايه دي ما اسهلها، وما يعني اللي متوقع انها بتدخل على الناس برضه يبقى غلطان. وانه الجيش يجب ان هو يكون فوق اي مستوى للتجاذبات السياسيه او المماحكات، وده مساله يعني في صميم الوطنيه المصريه، لا حد يحتك بيه ولا حد يتدارى وراه. الجيش المصري فوق الكلام ده، حتى لا نصادر على يعني ادنى فرصه في انه السلطه تكون اتعلمت من درس اللي فات، يعني بصرف النظر عن كل الكلام اللي بيتقال كل يوم واللي اخره لسه النهارده كلام رئيس الوزراء المرعب عن اشراك القطاع الخاص في مدارس ومستشفيات، وانهم بداوا اجراءات في كلام دمج المواني تمهيدا لاشراك القطاع الخاص. كلام يعني بيقول انه الناس دي فاشله. لو المساله يعني بالبساطه دي انه كل ما تتزنق تبيع وتستلف الى حد يهدد سياده الوطن واستقلال قراره. لان انت لما تبقى مديون الى هذه الدرجه، انت ما انتش مديون لجمعيات خيريه. عايزه جد يبقى نتكلم في الجد، واول الجد انها تتوقف عن اللي بتعمله في حاجات كتير. اللي قاله رئيس الجمهوريه